بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. أهلا وسهلا بكم على القناة. اليوم إن شاء الله دائما مع السنة الثانية ابتدائي جبت لكم نموذجين لامتحان الفصل الأول في اللغة العربية. قبل ما نبدا الفيديو تاعنا اليوم، ما تنسوش تخليو لي جيم وبارطاج وتفعلوا الجرس على القناة. في الفصل هذا بديت معاكم متأخرة شوية، لكن بداية الفصل الثاني إن شاء الله تلاميذ السنة الثانية ابتدائي راح نكون معاكم أول بأول، درس بدرس، خطوة بخطوة. نبداو على بركة الله في الامتحان تاع اليوم. نبداو مع النص تاع اللغة العربية. في يوم العيد خرج الأطفال إلى ساحة الألعاب يرتدون ملابس جديدة وأحذية لماعة، ويمسكون بأيديهم بالونات مختلفة الأشكال والألوان. لون الإجابة الصحيحة. عنوان النص هو، النص هذا راه يتحدث عن العائلة، فرحة العيد أو المدرسة. طبعا في يوم العيد، يعني النص راح نلونه فرحة العيد، يتحدث عن العيد. إلى أين خرج الأطفال؟ خرج الأطفال إلى ساحة الألعاب. استخرج من النص كلمة تتضمن كلمات مرادف الكلمة يلبسون. ما معنى يلبسون؟ يلبسون يعني يرتدون، يلبس يرتدي. استخرج من النص كلمات تتضمن الحروف الآتية: الذال العيد، الذال أحذية، الميم مختلفة، الباء بالونات، الهاء أيديهم، الهمزة أو الألف الأطفال. اكتب كلمة مناسبة تحت كل صورة. هنا عطانا مجموعة من الصور، راح نكتبوا اسم كل صورة. هذا مهرج، هنايا دولفين، دواء، ذراع، سماعة، وحليب. يعني في الامتحان قادرة تجيب لهم مجموعة من الصور. طبعا الصور راح تكون باينة ومألوفة، وهما يكتبوا الاسم المناسب تحت الصورة. نجيو للصيغ الآن. أكمل بالكلمة المناسبة. عندنا الكرة، فستانا، البالونات، البندقة. ترتدي البنت. ماذا ترتدي البنت؟ ترتدي البنت الكرة؟ طبعا لا، ترتدي البنت فستانا. فستانا. علموهم يعني يخيروا بالكلمة، يبداو بالكلمة، يجربوا بالكلمة ويحطوا الكلمة المناسبة. كي تكتب هنا فستانا، تجي هنايا دير تحتو كروة هكا في، باش ما تزيدش تشوف معاه، داكوغ، باه ما تخلطش بزاف. يأكل السنجاب الكرة؟ خطأ. يأكل السنجاب البالونات؟ خطأ. يأكل السنجاب البندقة؟ صحيح، يأكل السنجاب البندقة. يحب الأطفال الكرة؟ صحيح. يمسك الحارس الكرة، فستانا، البالونات. يمسك الحارس البالونات. واضح؟ دربوا ولادكم باش يخيروا بالكلمة، يعني ما يتسرعوش، وهذا الشيء أصلا راح يدربهم على القراءة. يعني أكمل. أنا أحب مدرستي. نحن نحب مدرستنا. نحن نراجع دروسنا. أنا أراجع دروسي. ضروري عزيزي تلميذ سنة الثانية ابتدائي تكون تعرفت على ضمائر مخاطب وضمائر متكلم، وتصرف الفعل في الماضي وفي المضارع مع ضمائر الخاطب ومع ضمائر المتكلم. ضع الكلمات الآتية في مكانها المناسب. بالنسبة للفقرة، يعني هذا الفصل احتمال كبير تكون يعني ضع الكلمة في مكانها المناسب. أنا بالنسبة لي المعلمة تاع ابني يعني قالت لي راح تكون ضع الكلمة في مكانها المناسب، يعني راح تجيب لهم فقرة في الفراغات، يكملوا الفراغات، لأنه في التقويم جابت لهم يرتبوا الكلمات المشوشة باش يكونوا الجملة صحيحة. في الامتحان راح يعبيو الفراغات، يعني ركزوا لهم على الفراغات وركزوا لهم أيضا على الكلمات المشوشة ليكونوا منها جملة مفيدة. نجيو هنا. الصرصور تقص الشتاء الجدة أخوها. في إحدى ليالي الصرصور؟ خطأ. في إحدى ليالي تقص؟ خطأ. في إحدى ليالي الشتاء؟ في إحدى ليالي الشتاء. جلست أمينة والصرصور؟ خطأ. أمينة وتقص؟ خطأ. أمينة والجدة؟ خطأ. جلست أمينة وأخوها. هاي هنا الصورة، جلست أمينة ومعها أخوها. أمام شكون؟ أمام الجدة.
وطلبوا منها أن تقص عليهما قصة النملة والصرصور. واضح؟ إذا نجيب الآن نموذج الامتحان الثاني. دخلت المعلمة القسم وقالت: السلام عليكم يا أبنائي. فرد التلاميذ بصوت واحد: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ابتسمت المعلمة وقالت: كيف هو استعدادكم للاختبارات؟ رفعت زينب يدها وقالت: أنا حضرت دروسي جيدا. وأضاف عامر: وأنا حفظتها كلها أيضا. قالت المعلمة: أحسنتم، لا تنسوا أن الاستعداد الجيد مفتاح النجاح. لون عنوان النص المناسب: الاستعداد للاختبار أو الاستعداد للرحلة؟ طبعا الجواب هو الاستعداد للاختبار. ماذا سألت المعلمة التلاميذ؟ واش قالت لهم؟ قالت لهم: كيف هو استعدادكم للاختبارات؟ سألتهم عن استعدادهم للاختبارات. هات من النص كلمة مرادف كلمة أجاب. أجاب يعني رد. الجواب هو الرد. ضد كلمة الفشل. الفشل ضدها هو النجاح. استخرج من النص كلمة فيها حرف السين. القسم. الهمزة أضاف. الدال رد. الجيم النجاح. نجيو الآن نشوفوا مع بعضنا الصيغ أو التصريف. أسند الجملة التالية مع الضمائر التالية: أنا حفظت دروسي. نحن حفظنا دروسنا. أنت حفظت دروسك. أنت هنا ضروري ما تنساوش الفتحة هذه. واضح؟ أنت حفظت دروسك. أنت حفظتي. إذا كانت أنت ضروري ما تنساوليش الفتحة، وإذا كانت أنت ضروري ما تنساوش الكسرة أيضا. واضح؟ يعني هذا الحرف الأخير لازم تشكلوه وتبينوا الشكل تاعو. حول إلى المثنى: هذا تلميذ مجتهد. هذان تلميذان مجتهدان. هنا المثنى تاع الذكور، هذا تلميذ مذكر، هذان تلميذان مجتهدان، زوج دراري يعني زوج ذكور. هذه تلميذة مثابرة، هنا طفلة. وكيكونوا زوج بنات: هاتان تلميذتان مثابرتان. واضح؟ تلميذان نقولوها كيكونوا زوج ذكور، تلميذتان مؤنث كيكونوا زوج بنات. واضح؟ نجيب الوضعية الإدماجية أيضا، راح نكملوا الفراغات. ركزوا لي على التعبير تاع إكمال الفراغات. نجيو هنا: ضع الكلمات التالية في مكانها المناسب. قبل يوم الاختبار جهزت فاطمة حقيبتها. قبل يوم واش؟ قبل يوم الاختبار جهزت فاطمة. ماذا جهزت فاطمة؟ جهزت محفظتها أو حقيبتها. ووضعت فيها. ماذا وضعت فيها؟ أدواتها. ودعت الله أن يوفقها غدا. واضح؟ إذا وصلنا لنهاية الفيديو تاع نهار اليوم. عزيزاتي الأمهات، النموذج راح تلقاوه PDF في صندوق الوصف، راهو جاهز للطباعة. نلتقي إن شاء الله مع نماذج في الرياضيات، الامتحان الفصل الأول. قبل ما نختم الفيديو ما تنساوش الجام وبارطاج وتفعلوا الجرس. إن شاء الله يا ربي ينجحوا وليداتنا كامل ويوفقهم ويصلح رايهم ونشوفوهم في أعلى المراتب بإذن الله. إن شاء الله ربي يقدر جميع الأمهات ويعطيهم القوة والصبر يعني باش يقريوا ولادهم. إن شاء الله يا ربي التعب تاعكم وتاع الولاد ما يروحش هباء منثورا. إن شاء الله يا ربي أحسن العلامات 10 على 10 بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.